أهلا بكم معنا. اليوم بنغوص في طبق مصري أصيل، يعني له شعبية جارفة، الكبدة الإسكندراني. معانا دليل بيشرح الطريقة الأصلية، مكونات بسيطة، وكمان بيكشف أسرار الطعم المميز ده. بالظبط. ومهمتنا هنا إننا نستخلص، خلينا نقول، أهم التقنيات والنصايح دي عشان نفهم سر الوصفة دي. أول حاجة التحضير والتقطيع. الدليل استخدم كبدة رجل صغير، يعني بتلو، بس قال ممكن أنواع تانية زي الضأن مثلا. الأهم بقى هو طريقة التقطيع، لازم تكون شرائح رفيعة وطولية. هي دي التقطيعة الإسكندراني المعروفة، بس في نصيحة لفتت نظري، بيقولوا جمدوا الكبدة شوية قبل التقطيع. ليه دي بالذات؟ دي نقطة فنية مهمة جدا بصراحة. التجميد الخفيف ده بيخلي نسيج الكبدة نفسه يعني يتماسك شوية، فبيبقى أسهل بكتير تتحكم في السكينة وانت بتقطع. ما قطعنا، ندخل بقى على قلب النكهة، التتبيلة، أو زي ما بيسموها الدقة. الدليل بيقول لكيلو كبدة بنحتاج حوالي 6 أو 7 فصوص توم مفروم، 4 معالق خل كبار، وملح وفلفل طبعا، ومعلقة متوسطة كزبرة، ومعلقة كمون، وعصير حوالي 4 ليمونات بلدي. تتخلط المكونات دي كلها، والكبدة بتتنقع فيها مدة قصيرة قوي، 10 دقايق ل 15 دقيقة بالكتير. الدليل وصفها بأنها تجنن. إيه السر هنا؟ شوفي، التركيبة دي تعتبر كلاسيكية ومدروسة فعلا. التوم والكزبرة والكمون دول أساس النكهة المصرية في أطباق كتير، والخل والليمون دول. طيب وصلنا لمرحلة الطهي، وهنا الدليل بيقول في أسرار تانية. التشديد كله على الطاسة لازم تكون سخنة جدا جدا، وكمية زيت كويسة، حوالي ربع لتلت كوباية زيت لكل كيلو كبدة. والكبدة بتنزل كلها مرة واحدة على الزيت السخن ده عشان تاخد صدمة وتتشوح بسرعة. النقطة دي مهمة. إيه اللي ممكن يحصل لو الطاسة مش سخنة كفاية، أو لو حطينا كمية كبدة كبيرة في طاسة صغيرة؟ دي نقطة حرجة فعلا لنجاح الوصفة. الحرارة العالية. بعد ما الكبدة تتشوح وتاخد لونها الحلو ده، بنضيف الفلفل، رومي أو حامي حسب الرغبة طبعا، ويتشوح معاها شوية يدوب يدبل، بس يفضل فيه قرمشة بسيطة كده. لكن في لمسة أخيرة الدليل بيوصفها إنها بتنقل الكبدة في حتة تانية خالص، وهي إننا نضيف معلقتين من التتبيلة اللي كنا شايلينها على جنب قبل ما نطفي النار بثواني. الحركة دي غريبة شوية، إيه فايدتها؟ لا، مش غريبة ولا حاجة، دي حركة ذكية جدا. الفكرة إن جزء من النكهة الطازة للثوم والتوابل والليمون ممكن يكون خف شوية مع الحرارة العالية، فلما نضيف المعلقتين دول من التتبيلة النية في الآخر خالص، ده بيعمل زي إنعاش أو تعزيز للنكهات دي كلها، فبتحس بطعم التتبيلة فريش وقوي في الطبق النهائي. والفلفل اللي بيدبل خفيف ده بيضيف قوام ولون حلوين كمان. وصلنا لآخر خطوة، التقديم. الطريقة الكلاسيكية طبعا هي سندوتشات الكبدة الإسكندراني اللي كلنا عارفينها، لكن الدليل بيعترف ببعض الإضافات الشخصية اللي ممكن بعض الناس تعتبرها خروج عن الأصل، زي مثلا إضافة سلطة الطحينة، أو حتى تقديمها كطبق رئيسي مع رز أبيض وسلطة خضراء. حبينا نلخص أهم النقاط اللي طلعنا بيها النهاردة من الدليل ده. أولاً، التقطيع الرفيع والطولي للكبدة وهي شبه مجمدة، ده بيفرق جداً. ثانياً، التتبيلة السريعة بالثوم والخل والليمون والكمون والكزبرة، بس من غير نقع طويل. ثالثاً، الطهي السريع والخاطف على نار عالية جداً في زيت سخن وطاسة مناسبة عشان نحافظ على الطراوة. وأخيراً، اللمسة الأخيرة بتاعت إضافة شوية من التتبيلة النية قبل ما نطفي النار على طول. بالظبط.